اليوم جبت لكم وصفة البورق العراقي المحشي، وبنفس الوقت وصفة الكاهي العراقي المحشي بطريقة الأصلية اللي يستخدموها بالأسواق. ابقوا حبايبي متابعة الفيديو حتى تشوفون الفيديو بالتفاصيل. بداية راح أسوي الحشوة. أخذ عندي بصل واحد مثروم، أثرمه بشكل ناعم. بعد ذلك راح أضيف له اللحم وأضيف له فلفل أسود وقليل من الكاري أو الكركم، وهنا راح أضيف له الكرفس أو المعدنوس المجفف، يكون يعني يابس. أنا أفضله هذا أحسن من الطازج على مود ما يكون راح بيمي يعني. هنا راح ناخذ وياكم الطحين. أخذ 3 أكواب طحين، وأخذ ملعقة صغيرة من الملح وملعقتين كبار من الزيت وكوب واحد من المي. هسه بداية أنا المي ما راح أخليه كل لتر، راح أضيف يعني نصه وبعدين أضيف الباقي شوية شوية. أعجنهم لمدة تقريبا 10 دقائق. كل ما تعجنوه زايد كل ما يكون أحسن. أما بالنسبة للجلوتين اللي موجود بالطحين، الجلوتين مالته عالي، يعني من 11 أو 12 وفوق يكون ممتاز حتى ما يتشقق عندكم العجينة. هسه بعد ما عجنتها بهذا الشكل صارت عندي عجينة قوية تقريبا وغير لاصقة بالإيد. راح أقطعها على شكل دوائر أو شنق صغار. بعد ذلك راح أمدهم مدة خفيفة وأتركهم تقريبا مدة 5 دقائق حتى على مود شوية ترتاح. بعد 5 دقائق راح أبدي أفتحهم، يعني فتح قليل مو هواية، وأضيف لهم الزيت. هسه هنا أنا راح أضيف لهم الزيت وأخليهم على شكل دوائر طبقات، يعني كثروا الزيت بيها حتى على مود ما تتلصق عندكم العجينة، وبنفس الوقت راح ترتاح أحسن. المفروض هنا راح أتركها مدة تقريبا ساعة إلى ساعة ونصف. كل ما تركتوها أكثر كل ما كانت النتيجة أفضل. بعد مرور تقريبا ساعة ونصف بعد ما ارتاحت عندي، هسه بالبداية راح نسوي لكم الكاهي العراقي المحشي، ووراها نكملهم ونسوي لكم البورق العراقي. الكاهي العراقي المحشي هسه بداية راح أسوي مثل ما تلاحظون. بعد ما فتحته بشكل طبقة خفيفة جدا، راح أخذ الأطراف أقصها اللي تكون يعني شوية سميكة أقصهم. وهنا أنا عندي الزبد يكون شوية مذوبته، ولازم تخلون الزبد بين الطبقات حتى على مود تورق عندكم أكثر. ما يصير تستخدموا له الزيت، الزيت ما يصير يعني ما راح يورق عندكم، لازم تستخدموا له الزبد. مثل ما تلاحظون بعد ما يعني أفتحهم أخلي بين الطبقات الزبد بهاي الصورة. كل ما تكثروا لها الزبد كل ما كانت التوريقة عندكم أكثر. هنا خليت الحشوة، بعد ذلك راح أطبقها بهذا الشكل. أقص الأطراف حتى ترتب عندي أكثر. أكون طبعا الصينية يعني ضيفت لها الزبد، وبنفس الوقت هنا راح أشغل الفرن على درجة 200. أحمل الفرن يعني قبل ما قبل ما تخبزوهن لازم تحمون الفرن على درجة 200 تقريبا مدة 10 دقائق. أكون حامية الفرن. هسه أنا بهذا الوقت أكون أجهز البقية القطع. أنا سابقا مقدمة الكاهي العراقي الحلو يعني خليل الشيرة بالأخير، بس اليوم حبيت أقدم لكم هاي النوعية اللي تكون تحشوها يعني لحم أو تحشوها جبن وكرفس هم يصير. هسه أنا بعد ما طبعا دخلتهم للفرن أخذت من عندي تقريبا الوقت 10 دقائق أو أقل، صارت عندي بهذا الشكل جاهزة.
تحبون تجربونها بس جبن وكرفس هم يصير كلش طيب، او تخلوها لحم وكرفس، بالحالتين هي طيبة. تشوفون الطبقات شلون خفيفة عندي صارت وشلون مورقة، صارت كأنما ورق، يصير بهذا الشكل. هسه بعد ما كملت الكاهي العراقي راح نجي على تشكيلة البورق. بداية نفس الشي همتين افتحهم بهذا الشكل واقص الاطراف حتى على مود ما تكون عندي سميكة، واقطعهم على شكل شرائط. الشريط يكون العرض مالته 4 أصابع، يعني يكون شوية عريض. راح أسألكم إياها هنا تشكيلة المثلثات، راح أسألكم إياها بشكل بطيء حتى على مود تشوفون طريقتها بالتفصيل أكثر. اعذروني حبايبي، هنا الكاميرا عندي ما يعني كانت توجيهها صحيح، لأن أني أصور الفيديو مالتي ما حد يصور لي فما يعني ما انتبه للكاميرا يعني الزاوية مالتها شلون. فالمهم هنا دا أسألكم إياها بشكل بطيء حتى على مود تشوفون تشكيلتها يعني بشكل مفصل. وهاي التشكيلة المثلث تكون شوية صعبة بالنسبة للمبتدئين، فيعني ما راح تجدوها من أول مرة، ممكن مرة مرتين بعدين تصيرون بيها أستاذية يعني تاخذون الطرف مثل ما تلاحظون وتسحبوا لفوق. أهم شي تكمشون من الأطراف وتسحبوها. مرة ثانية راح أعيد لكم إياها حبايبي حتى على مود تكون مفهومة عندكم أكثر. مثل ما تلاحظون الطرف أكمشه من نهايته وأسحبه، شوفوا عيني أكمش الطرف من النهاية وأسحبه لي فوق هذا الشكل. طعمها طبعا كلش طيبة وخفيفة وتكون على شكل أوراق. هسه راح أقليهم، لازم تكون عندي الدهن غزير، يعني تخلون هواية دهن زيت العفو تخلون هواية، وبنفس الوقت طريقة التقلاه مالتها تصير بهذا الشكل. تشوفون شلون، وما يصير تخلون الحرارة كلش عالية مالته حتى على مود ما تحترق عندكم، خلوا الحرارة مالته تكون وسط. شوفوا عين شلون صارت بشكلها يعني حلو هيجي مقرمشة وبيها فقاعات هواية، لأن طريقة التقلاه مالتها تكون بهذا الشكل. تخلون الزيت يعني يحاط بها من كل الجهات وتقلبوها على الوجه وعلى القفا حتى تصير عندكم بهذا الشكل. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله ترضاكم وعجبكم هاي الوصفة وتطبقوها ان شاء الله تكون عندكم ناجحة. بنهاية الفيديو حبايبي نستودعكم الله في امان الله، باي باي.